عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حضراتكم متابعين الأخبار الأخيرة في الحرب ما بين أمريكا وما بين إيران. مؤخرا الرئيس الأمريكي عطى 3 مهل للدولة الإيرانية، وهنا في ناس طبعا شايفة إن ده تراجع من الولايات المتحدة، لكن احنا هنحاول نشرح مع حضراتكم الصورة بشكل أوضح شوية. مبدئيا الرئيس الأمريكي أول مرة قال 48 ساعة. وليه 48 ساعة وليه المدة قصيرة جدا؟ لأن الدولة الإيرانية كانت رافضة أصلا مبدأ التفاوض. لما الرئيس الأمريكي قال 48 ساعة وهضرب محطات الطاقة في إيران، بدأت مصر وباكستان وتركيا يتحركوا، وقدرت مصر تصل للحرس الثوري الإيراني وتجيب منه موافقة مبدئية على مبدأ التفاوض. دي كانت أول 48 ساعة. فجاء الرئيس الأمريكي مد المهلة 5 أيام، وفي خلال ال5 أيام أعلن الشروط الأمريكية، وهم 15 شرط، وشروط من وجهة نظري شروط تعجيزية، وصعب جدا ان ايران تتقبلها، على الاقل جزء كبير فيها. يعني من ضمن الشروط ان هو عايز ياخد اليورانيوم المخصب في ايران، وهو طبعا ال 400 كيلو يورانيوم، وده امر صعب جدا. يعني ايران من سنة 79 وهي عليها عقوبات وفي مشاكل اقتصادية بسبب ان هي بتعمل البرنامج النووي. فالنهارده انت عايز تاخد اصلا اليورانيوم اللي الدولة الإيرانية خصبته، ده أمر صعب جدا وكاد يكون مستحيل. ده شرط من ضمن 15 شرط للولايات المتحدة الأمريكية. طيب الجانب الإيراني قال 4 شروط، من ضمنهم طبعا عايز 100 مليار تعويض من الولايات المتحدة و100 مليار دولار من دول الخليج. في التفاوض يا جماعة كل دولة بتجيب الحد الأقصى من شروطها، علشان بعد كده وهي بتتنازل تصل للي هي عايزاه. فامريكا جايه من فوق خالص وبتقول شروطها، وايران جايه برضو من فوق خالص وبتقول شروطها، لكن في الاخر هيكون في نقطه تلاقي ويقدروا يصلوا لحل. ال10 ايام الاخيره اللي ترامب مدها ده علشان يحسموا الشروط الامريكيه والشروط الايرانيه فيها. خلاص يبقى كل طرف قال انا الحد الادنى بالنسبه لي هي الشروط دي، مش هقدر اتنازل اكتر من كده. هنا هيكون وصل للرئيس الامريكي ايه هي طلبات ايران النهائيه اللي هيقدر يتقبلها، وايه الشروط اللي ايران ممكن تقبلها بالنسبه لطلبات امريكا. انا عايز بس يا جماعه الناس اللي بتقول ايران بتكسب الحرب بصوا وتجولوا بعينيكم المنطقه حصل فيها ايه. مبدئيا ايران اتضرب لها 600 مدرسه. حضرتك متخيل الرقم؟ 600 مدرسه، 1000 طالب ومدرس للاسف توفوا. ايران فيها 20,000 مصاب. ايران اتضرب لها كل الاهداف العسكريه وكل القواعد اللي موجوده في الدوله ككل. ايران اخر حاجه بتتضرب لها يا جماعه مصانع الحديد والصلب. فانا بالنسبه للناس اللي بتشوف صاروخين رايحين على الكيان وبيبقى كده متهيأ لهم ان ايران بتكسب الحرب، للاسف دي رؤيه غير صحيحه. ايران بتخسر الحرب. ايران رجعت 50 سنه لورا بسبب الحرب اللي اندلعت دي، والموضوع مش سهل. وخلي بال حضراتكم احنا مع دول الخليج وفي ظهرهم ومش هنسيبهم، واللي ايران بتعمله وبتضرب على دول الخليج ده اعتداء سافر ولا يمكن القبول به. الكلام ده قاله رئيس جمهوريتنا، والدولة المصرية كلها مع اخواتها في الخليج. فالفترة اللي جاية مش عارفين هتودينا على فين، لان امريكا مش هتقبل ان هي تخرج من النزاع ده غير وهي منتصرة، وايران بتحاول بقدر الامكان تخرج يعني بحفظ ماء الوجه. مش عايزه تكون الهزيمه مذله وتكون استسلام، عايزه الموضوع يخلص لكن بدون رفع الرايه البيضاء. يعني تكون ايران لسه تمتلك ولو جزء ضئيل جدا من الكرامه والكبرياء، لان ايران دوله لها تاريخ، واحنا طبعا يهمنا ان الصراع ده ينتهي في اسرع وقت، لان تقريبا بيأثر على العالم كله. فربنا يحمي جيشنا ويحمي رئيسنا وخريج ابتدائي. سلام.